ويا صباح الخير والسرور عليكم يا رفيقات القلب، وأهلا بيكم في حلقة جديدة ومهمة جدا على قناتنا بهدوء مع مني. والنهاردة يا بنات جايين نتكلم عن الوجع، جايين نتكلم عن الناس اللي بتمص الطاقة، اللي أول ما تلمحيهم على شاشة الموبايل قلبك ينقبض، أو لما تقابليهم في مناسبة تروحي وانتي مصدعة وضغطك عالي. هنتكلم عن الشخصيات السامة أو التوكسيك، وعشان احنا في قناتنا شعارنا الهدوء فاحنا مش هنتخانق معاهم، احنا هنتعلم ازاي نكون اروق منهم. حضري بقى كوباية الشاي بالنعناع بتاعتك، واقعدي في حتة هادية وركزي في كل كلمة، لان ال5 دقايق دول هيغيروا طريقتك في التعامل مع اي حد بيحاول يكسر فرحتك. واول حاجة، ازاي تعرفي ان اللي قدامك دوت توكسيك؟ قبل ما نعرف هنرد ازاي، لازم نتأكد ان الشخص ده فعلا سام مش بس مضغوط. وأول حاجة، بياع الكلام المحبط. عارفين الست اللي أول ما تشوفيها تقوليلها أنا بدأت مشروع جديد، تروح قايلالك يا شيخة هو ده وقته، ده السوق واقع والناس مش لاقية تاكل. هي دي بقى الشخصية السامة. وتاني حاجة، اللي بيحب دور الضحية، دايما هو مظلوم ودايما الدنيا جاية عليه، ومهما حكيتيله عن مشاكلك يقلب الترابيزة ويحسسك ان مشاكله هو أهم. ده برضك شخصية سامة. وتالت حاجة، اللي بيرمي السم في العسل. تيجي تقولك انت عبايتك جميلة اوي يا حبيبتي، بس خسارة لونها غامق ومكبرك 10 سنين. دي بقى محتاجة وقفة. وخلوني احكيلكم قصة سريعة كده لصديقة مقربة ليا، كانت دايما في العزومات العائلية عندها قريبة ليها، وخلينا نسميها طنط حشرية. طنط دي تخصصها انها تدور على الناقص فيكي وتضغط عليه. وفي مرة صاحبتي دي كانت لسه خاسة وتعبانة شوية، وأول ما شافتها طنط حشرية في وسط الكلام قالت لها بصوت عالي، يا حبيبتي ايه اللي جرالك؟ وشك بقى دبلان وتحت عينك اسود، انت ما بتاكليش في بيتك ولا ايه؟ وزمان صاحبتي كانت ممكن تتكسف او تعيط او تحاول تبرر انها كانت تعبانة، لكن المرة دي قررت انها تكون رايقة على طريقة قناتنا، وبصت لها بابتسامة هادية جدا، وخدت نفس عميق وقالت لها بكل برود، والله يا طنط ده انا كنت لسه باصة في المراية وشايفة نفسي زي القمر، بس يمكن الإضاءة عندك هي اللي مش تمام، وتسلمي على سؤالك يا حبيبتي. وراحت لفت وشها وكملت كلام مع اللي جنبها بمنتهى الرقة. شفتوا يا بنات، هي هنا عملت حاجتين، ما حرمتهاش من الرد عشان ما تفضلش مقهورة، وفي نفس الوقت ما حافظتش على هدوءها وما رخصتش نفسها في خناقة. دي الست الرايقة اللي بنطمح كلنا نكون زيها. ونيجي بقى للجد، ازاي تفضلي رايقة وهو قدامك بيبخ سمه؟ اول حاجة، قاعدة ال5 ثواني. اول ما تسمعي كلمة تضايقك ما تجوديش ولا تردي فورا، عدي من 1 ل5 في سرك. والسكوت ده في حد ذاته قوة بتهز اللي قدامك. وتاني حاجة، لغة الجسد الراقية. الست الرايقة مش بتبرق ولا بتعلي صوتها، ابتسامة خفيفة جدا ونظرة عين واثقة، وكأنك بتقولي لها كلامك ما لمست شعرة مني. وتالت حاجة، افصلي فيشة المشاعر. اتخيلي ان بينك وبين الشخص ده لوح ازاز، هو بيتكلم انت شايفاه بس صوته مش واصل لقلبك. وخدي بالك ان الناس دي بتتغذى على نرفزتك، لو اتعصبتي هما كسبوا. تعالي نتعلم الردود اللي بتنهي الكلام بشياكة. لما حد ينتقدك بشكل مش لطيف قوليله بهدوء، شكرا على وجهة نظرك بس انا مرتاحة كده. الكلمة دي بتقفل الباب تماما. ولما حد يتدخل في خصوصياتك، ليه ما سألتيش او ليه ما خلفتيش تاني؟ الرد القاتل، والله ده موضوع يخصني انا وزوجي بس، لما يكون في جديد اكيد هتعرفه. ولما حد يرمي كلمة تسم البدن، بصيله بابتسامة وقوليله انت قصدك ايه بالكلمة دي؟ السؤال ده بيخليهم يتلخبطوا، لانك كشفت نيتهم قدام نفسهم.
ويا رفيقات القلب، العمر قصير قوي عشان نضيعه في محاولات لإرضاء ناس ما بيحبلناش الخير. الست الرايقة هي اللي بتعرف تنقي مين يدخل دايرة حياتها ومين يفضل برا على الباب. لو عندك حد توكسيك في حياتك ما تسمحلهوش يسرق ضحكتك. انت قوية بهدوءك وغالية بقلبك. ومستنية اعرف منكم في التعليقات ايه اغرب كلمة توكسيك سمعتيها قبل كده ورديتي عليها ازاي. وما تنسوش ميعادنا الجاي يوم الخميس ان شاء الله في فيديو جديد كله هدوء وروان. كانت معاكم منى. ربنا يجعل مساكم وصباحكم زي الفل. سلام.